منو؟ كهرباء. استغفر الله يا ربي. اهو بشرفك اكو واحد يستلم ورقة كهرباء عالريق. استغفر الله يا ربي. اي لعد شو تريد نعزمك على قوزي وانطيك اياها. هاي فوق ما هو اول واحد يستلم ورقة الكهرباء وما عاجبه النوب. استغفر الله يا ربي. دي جيبها اللي سمعك يقول مسلمني صك على البياض. دهاك غضب الله على راسك لك. هاي شنو هاي؟ وهاي ايش بيك اخترعت؟ استغفر الله يا ربي. 5 ملايين يا ما تخافون من ولكم. هي وين الكهرباء حتى تطلع لي قائمة كهرباء ب5 ملايين؟ ادفع ثم ناقش، والدفع لازم يتم خلال 30 يوم. افتهمت؟ استغفر الله يا ربي. ترى ما يصير هيجي. تعزلي ورقة ب10 ملايين يا الله. ما عندنا منين يجيب يا خلق الله. راحنش شنو جات تبيع لبلبي على المضروبين بوري؟ لا يابا لا يا لبلبي، جايه هنا ورقة كهرباء ب5 ملايين. زين انتوا ايش عندكم هنا؟ عندنا هنا هذول الكهرباء ضربونا بوري، والله شنو دازينا اوراق بالملايين. اويل على ايام الملك شلون كانت الكهرباء تنتل نتل. باعتباري قفاص اقدر اقول الدولة جاي تقفص علينا بشكل رسمي. حبيبي هي الدولة تريد تكون نفسها براسنا، الا قل لي الكام هو مورد نحكي. لا مو بكيفهم، ما حد راح يدفع، واللي يدفع هو اللي راح يدفع الثمن. ما ندفع لو تطلع نقلة براسهم. اي ما ندفع. يشوفوها عالدبة ندفع. بس الازواج يدفعون. ما ندفع لو ينتلونا. عذبونا كهربونا ولا عانى دفعونا. عذبونا كهربونا ولا عانى دفعونا. وعذبونا وكهربونا ولا عانى دفعونا. عذبونا كهربونا ولا عانى دفعونا. الو ايه شنو؟ ما حد يدفع؟ لك بابا شنو دنبيع قرقري؟ ايه يدفعون يعني يدفعون، واذا ما يدفعون حتى المولدات اقطعها عليهم. عذبونا كهربونا ولا عانى دفعونا. عذبونا كهربونا ولا عانى دفعونا. عذبونا كهربونا ولا عانى دفعونا. الشارع تكهرب هذا الصباح بسبب اجور الكهرباء الباهظة. آلاف الناس خرجوا إلى الشوارع ليعلنوا أن صبرهم طق فيوز. لن يسكتوا حتى إذا الدولة صعدت الجوزة. شنو مطالبكم؟ احنا ما عندنا مطالب، لأن احنا دولة، ومن هذا المكان أعلن الرصافة مقر الدولة الجديدة إلى أن نرجع الكرخ وكل المحافظات الثانية. زين وين مقر دولتكم؟ سينا من الرصافي. والله هذا حنش أبد ما تصير له شارع. هذا عميل، نعم عميل باب أول. إيه بس أنا أعرف إيش راح أسوي لك. والله لا أقدر رقضة سعيد عويطة مراكضها. اخواني المواطنين بهاي القاعة نفسيته وجه ابراهيم تاطلس صفعة للتكبر لما وصفوه بالحثالة بفيلم ما فيه ازرق. اكو واحد ما شايفه. هويلي يا البطلة مالته تموت، واليوم انتو ومن نفس القاعة توجهون صفحة مماثلة. هي طبعا ابراهيم تاطلس قال ازرق، واحنا راح نقول اسود على كل ظالم. 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 أسود على كل ظالم تصدح في كل مكان. ثورة شعبية تنذر بيوم أبيض، لكن عبر سلبياتها ظهر
ووصل إلى 30,000 دينار للكيلو الواحد. هل ستقضي هذه الثورة على التبسي؟ الله لا يقول. غياث الغثيث لقناة مغث نيوز. We support this revolution that starts from Cinema Arisafa. This is a giant for box office. The oppressed people began understand the role of the cinema. أسود على كل ظالم، أسود على كل ظالم، اهجم بيتك والله العالم، اهجم بيتك والله العالم، أسود على كل ظالم، اهجم بيتك والله العالم، أسود على كل ظالم، اهجم بيتك. سيدي خلي نسوق عليهم ما دام السوق نازل. ولك شو السوق عليهم؟ إذا حتى هول يوم طبقت وياهم هالنوب يروحون يدعبلون لنا جاكي شان ويحوسنا حوس. لحد شو نسوي نستسلم؟ لا بابا لا ما نستسلم، راح نسوي لهم الكهرباء ببلاش وأمرنا لله، وعساها ببخته وبحظه هذا حنش ابن أم حنش. حبانا نستفاد من أجور الكهرباء بس بسيطة. أني لك حنش. لبلبي يا لبلوب وبالعانة ترس الجيوب، حارو طيب يا ولد هذا اللبلبي. سامعين مقولة الثورة تاكل أبنائها، بس ما سامعين الثورة تاكل لبلبي. وهذا اللي صار بثورة شباك التذاكر. بعد ما وقعت الدولة أجور الكهرباء جو البساط، الناس أكلوا لبلبي ورجعوا لبيوتهم. حنش ما تعب حاله من شاف الناس رجعوا، لأن يعرف ايد وحدة هتصفق، واكتفى بالمكاسب اللي حققتها التظاهرة، واللي أهمها إعفاء الناس من دفع أجور الكهرباء، ترميم سينما الرصافي وباقي السينمات المهجورة. ورجعت الناس ترتاد السينمات وتشاهد أحدث الأفلام العالمية والعربية مثل زورو، ذا ماسك، أفيتار، غيدة وحمد. بس شغلة وحدة ما اجت عدلة من وراء المظاهرة، وهي انه الدولة ما شالت اجور الكهرباء لله بالله، وانما شالت الكهرباء الوطنية شلع، لان الناس ما يقبلون يدفعون. هم طفت.